بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم وصفه جميله جدا، بنعملها في البيت، بتبقى طعمه جدا والكل بيحبها. النهارده هنعمل الرق الطري الفلاحي، والمكونات هتكون اللبن بتاعنا والخميره والسكر والملح. دي خميره وملح وسكر والسمنه بتاعتنا وبس. زي ما انتوا شايفين انا عامله طبعا كميه كتير، مش عامله كيلو واحد، عامله بتاع حوالي 6 كيلو. طبعا كمية الخميرة انا بحط معلقة خميرة واحدة، لان ولو مش عايزة تحطي مش مشكلة، بس هي الخميرة بتديله نفخة شوية في الفرن، وخمر بسيط يعني. طبعا احنا بنضيف المكونات الجافة وبنقلبها مع الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. ده الدقيق بتاعنا، انا عاملة طبعا كمية لان انا بخبز كمية وبحطها في الفريزر. بتسحبي منه قبل ما تاكله بفترة، مثلا بتطلعي على حسب ما هتاكله 10 دقايق ربع ساعة، بتلاقيه رجع طري كأنك لسه من غير تسخين. وكده هنضيف اللبن. كمية اللبن طبعا تكفي، لان احنا بنطريه مش زي طريقة البكاكين الفلاحي، بتبقى عجينتها قاسية شوية، انما عجينة الراق عكسها بتبقى طرية. زي ما انتم شايفين هنقلب اللبن بعد ما ضفنا المكونات بتاعتنا الناشفة وقلبنا في الدقيق. ضفنا اللبن وهنقلب لحد اللبن ما يتشرب في الدقيق، وفي الاخر هنبتدي هنعجن بايدينا. شايفين العجن ازاي؟ بنلم، مفيش طبعا، احنا مش بنلت، لان اللت بيعمل عرق للرقاق، واحنا مش عايزين الرقاق فيه عرق، لان لو فيه عرق مش هنعرف نفرده. وكده هنضيف السمنة، بندفيها، اللبن بيكون دافي والسمنة بتكون دافية، هنلم كده زي ما انتوا شايفين. هنفضل نلم كده اهو من غير عجين، يعني احنا لو هنعجن هنعمل عرق زي ما قلت لكم، انما عجينة الرقاق ملهاش عرق وبتبقى طرية زي ما انتوا شايفين كده. انما عجينة البكاكين اللي عملناها معاكم كانت لازم لت فيها وعجن فترة طويلة. ده عجن بسيط جدا وسهل، زي ما شايفين كده. بنحاول نلم العجينة على بعض لحد ما يتشرب. كده لميناها، وادي العجينة بتاعتنا بتلم معانا اهي، وخلصنا كده عجن. كده العجينة بتاعتنا خلاص. طبعا احنا مش هنسيبه لما يخمر معانا، هنرش الدقيق على طول على الصواني بتاعتنا، وهنقرص على حسب الحجم اللي احنا عايزينه. انا عامله الحجم ده متوسط، بيديني رقاقه متوسطه، لا كبيره اوي ولا صغيره اوي، على حسب. انتي ممكن تعمليه في ايام المدارس، بيتعمل سندوتشات للاولاد، بيبقى طري، بتعمل منه سندوتشات، بس تعملي حجم اصغر عشان ابنك او بنتك يعرفوا ان هما يمسكوه ياكلوه. حطيه في اللانش بوكس. وزي ما قطعنا كده، دي اول صينيه. كميه طبعا اللي انا عملتها دي صينيه كبيره، دي صينيه عشاء. وطبعا باقي الكميه وغطيناها كده زي ما انتم شايفين عشان العجين ما ينشفش. بنغطيها ببقى عامله قماش العجين كده. دي الصينيه التانية، باقي الكميه هي قطعتها على صينيه صغيره تانية، وزي ما انتم شايفين وغطيتها هي كمان. كده هنجهز على طول كل الخطوات دي ورا بعضها، مفيش ان انا بقعد اريح شويه. هنبتدي ان احنا نرش رشه دقيق بسيطه وهنفرد. طبعا الدقيق لان العجينه بتبقى طريه، عشان ما يلزقش مننا فبنفرد بالطريقه دي، مسحه دقيق بسيطه، وبنمشي عليه عشان نعرف ان احنا نفردها بمنتهى السهوله زي ما انتم شايفين كده اهي. شايفين انا طبعا معايا اولادي بيساعدوني، لان الرق الطري لازم يكون معاكي افراد. لو عامله كميه بسيطه مثلا كيلو او حاجه، مش مستاهله ان انت تجيبي معاكي حد. كده انا فردتها، الحجم بتاعي هو الحجم المتوسط، مش كبير قوي اهو. وكده هنكون مسخنين الفرن طبعا، ما بنعليش من الجناب قوي، ومن تحت برضو مش قوي، لان هو اساسا ما بياخدش لون جامد، ما بياخدش تسويه زي ما انتم شايفين. ودي الكميه بتاعتي بعد ما خلصت وسويته. وده جميل جدا جنب الفطار وجنب العشاء بألف هنا.